السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بيوم حقل جديد. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن الحشرة القشرية. طبعا الحشرة القشرية بتهاجم أشجار الموالح. بصفة عامة بتهاجم الشجرة بالكامل، فروع، أوراق، ثمار. طبعا الحشرة القشرية طبعا لها عدة أنواع. الحشرة القشرية الرخوية الحمراء والسوداء والرخوية والبنية والشمعية. طبعا الحشرة القشرية لها عدة أطوار، حوالي 4 ل5 أطوار بتكون بيهم خلال العام. طبعا المصدر الإصابة اللي أنا ممكن أستدل أو أعرف إن أنا موجود عندي حشرة قشرية أو لا، هو وجود الحشرات أو الحريات الكاملة أو الحيوان الكامل على الأفرع السطحية للأوراق والأفرع. وجود العفن الهبابي اللي احنا بنتكلم عليه، ممكن الإخوة المزارعين بيقول لك في سمارة عندي في الأرض. طبعا ديت من عوامل مؤثره او عوامل مبينه اللي احنا موجود عندنا حشره قشريه. وجود الافرازات العسليه الشديده. طبعا وجود حشره المن بكثره على الاشجار نتيجه التغذيه على هذه الافرازات. ذبول الاوراق وتساقطها. صغر حجم الثمار. عدم وجود الحجم المناسب للاشجار او للثمار. تاني حاجه الحشره القشريه بتكون متواجده طوال العام. بتبدأ معانا مهاجمة الثمار في الأوقات الرطبة، بتكون في الأوقات موجود الرطوبة أو نسبة الرطوبة العالية في الأراضي أو في تحت الأشجار. تاني حاجة بتكون الحشرة القشرية اللي أنا ببدأ مقاومتها في خلال هذا الشهر، شهر 6 أو شهر 7، الأوقات المفضلة للوقاية. بنقوم طبعا برش بعض المركبات مثل الزيوت المعدنيه ومعدل رتل ونص ل 2 رتل كل 600 رتل مياه. بنحاول نضيف معاهم ماده البروكسفين بمعدل 250 ل 300 سم لكل 600 رتل مياه، او ممكن نستخدم مركب الايميدا كلوبرايد بمعدل 250 ل 300 كل 600 رتل مياه. طبعا عشان ارش الرش ده، او يسالنا بعض المزارعين ليه احنا زيت صيفي او الزيت بدأنا نستخدمه هذه الفتره. طبعا الجو درجه حراره عاليه. طبعا انا هنا بنصح طبعا ان يكون لابد من ري الارض او وجود رطوبه كافيه تحت الاشجار عشان تمتص معانا هذه الصدمه من الزيوت. بنكون بالرش طبعا في الصباح الباكر قبل ارتفاع درجه الحراره. تاني هم بنحاول ان احنا نرش في الصباح الباكر بعد التطاير الندى، بنكون بعمليه الرش. العوامل المسببه او العوامل اللي هي بتظهر معايا الحشره ديت او هي اساس ظهور هذه الحشره في الارض او في خلال الاشجار. طبعا منها العيوب كثيره، طبعا منها عدم التقليم الشتوي الجيد للاشجار وعدم التهويه للاشجار. طبعا عدم اوبيات الحشرات على الاشجار في الشتاء، عدم مقاومتها في الشتاء. رش الزيوت المعدنيه في الشتاء او عدم التخلص من هذه الحشره في فتره الشتاء. طبعا ديت من العوامل اللي بتبدا تظهر معانا او مسببه لظهور الحشره في هذه الاوقات. طبعا الحشره القشريه بتيجي على الثمار طبعا او تواجدها على الثمار بتكون بعمل او تنقير على بعض الثمار، بتكون عامله زي نظام تجاويف داخليه للثمار على القشره، بتكون بتشويه القشور. طبعا يا رب نكون وضحنا للاخوه المزارعين وابائنا المزارعين ايه هي الحشره القشريه وازاي ان انا اتعامل معاها وازاي ان انا اعرف مظهر الاصابه ازاي يدل ان انا موجود عندي حشره قشريه ام غير موجود حشره قشريه. ويا رب نكونوا فدناكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس ليصلكم منا كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.